أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن متى نحول الكلام إلى طاقة سلبية. في البداية كده وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. لو حابين تتابعوا الكونتنت اللي بقدمه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وسيبوا لي كومنت لطيف. يلا بينا نبتدي. في البداية كده، هل الكلام طاقة أصلا؟ أيوة، من أكتر الأمور اللي ممكن تحول حياتكم إلى جنة لو عرفتوها. هل الكلام فعلا طاقة؟ طبعا الكلام طاقة. الحالتين هو هيبقى طاقة، سواء أنا لفظت بيه أو قلته نطقت بيه يعني، أو كتبته على الورقة. طبعا لو فهمنا ان الكلام طاقة ايجابية تحول الى النور، وان الكلام طاقة سلبية تحول الى ظلمات، هنقدر نحول حياتنا تدريجيا من حياة بائسة ومليئة بالسلبية الى حياة مليئة بكل معاني الطاقة الايجابية. تعالوا اديكم شوية امثلة على طاقة الكلام، بس هندي امثلة على الطاقة الايجابية. انا دلوقتي حبيت اروح اعمل دايت وعاوزة اخس. اول حاجة بنوي في داخلي نية الشفاء، ونية الخسسان، ونية ان انا عاوزة انقص من وزني، وبالتالي هروح عند دكتور هتكلم معاه في الامور اللي تخص صحتي والامور اللي المفروض نعملها الفترة الجاية في حياتي علشان اقدر اوصل للنتيجة اللي انا عاوزاها. ومن ثم كل ده كلام، النية كانت كلام في داخلي، والكلام اللي انا اتكلمت معاه عند الدكتور طبعا ده كلام ايجابي، والخطة هتبقى كلام مدروس مكتوب على ورقة وهنفذه. فحول طاقة الكلام اللي مكتوبة في الورقة دي إلى تنفيذ على أرض الواقع، وهنا هيبقى الكلام اللي مكتوب على الورقة منتهى الإيجابية، وده طبعا في بداية النية في الأول. تاني سؤال، متى نحول الكلام إلى طاقة سلبية؟ أول حاجة التخيلات السلبية اللي بنتخيلها في عقلنا، والأفكار السلبية اللي بتيجي طبعا ده كلها أنا بتكلم مع ذاتي من جوه، وده كلام سلبي وهيأثر عليا، على ثقتي بنفسي، وهيأثر على القرارات اللي أنا عاوزة أخدها في المستقبل. طبعا ده كله كلام سلبي، وممكن ونقدر ببساطة نحوله إلى تخيلات إيجابية وكلام إيجابي. النقطة التانية العصبية والنرفزة اللي بتحصل في المواقف اللي احنا مش قادرين نتمالك فيها أنفسنا، وطبعا ما بنقدرش نسيطر على عواطفنا ومشاعرنا، فبالتالي بنقول كلام سلبي، وأحيانا بنشتم وبنقول كلام غلط، وأحيانا بقول كلام مش منطقي. لازم أفهم مشاعري وعصبيتي وأشوف هل هما مفاتيحهم معايا ولا لأ. لو مفاتيحهم معايا يبقى أنا كده قدرت أتحكم في كل ومعظم الكلام السلبي اللي أنا بقوله. أما لو مفاتيحهم مش معايا، أقل موقف هيخليني أقول كلام سلبي. طب ليه؟ كل ده بإيدي. البارت رقم 3 الغيبة والنميمة. طبعا الغيبة والنميمة ده كلام سلبي، مفيش فيه النقطة دي أي جدال أو حتى أي نقاش، ومفيش معلومة أقدر أقدمها لكم نقدر نحول الكلام اللي بيتقال في الغيبة والنميمة إن هو ممكن يبقى كلام إيجابي. بالعكس، لازم نوقف غيبة ونميمة، لأن احنا كده بنتحدث عن الناس بما لا يليق بهم. فأرجوكوا وقفوا كلام سلبي، وأرجوكوا وقفوا غيبة ونميمة. دول أهم 3 نقاط بنحول فيهم الكلام إلى طاقة سلبية، وصدقوني مفيش أسهل من إن احنا نحول الكلام إلى طاقة إيجابية. بنحول الكلام إلى طاقة إيجابية عشان الوقت بتاعنا ووقت الفراغ بتاعنا يبقى مليان بركة وإنتاجية. وطبعا ما تنسوش إن احنا هنسأل عن وقت الفراغ وعمرنا فيما أفنيناه، فأكيد لازم نجاوب عند الله بإجابة مقنعة، وإجابة فعلا نكون استفدنا منها من الوقت وأنتجنا بنسبة 90%. تأثير الكلام السلبي على النفس وعلى الشخص اللي بيسمع. طبعا أنا ممكن أقول كلام سلبي لحد ما خليهوش يعرف ينام، وتأثيره السلبي والنفسي يبقى عليا كبير جدا، على الأساس أو على هيئة إن أنا أجذب شيء إيجابي لحياتي، أو أستقبل شيء إيجابي في حياتي. بس إزاي هستقبل شيء إيجابي في حياتي وأنا بسمع للناس كلام سلبي؟ فالكلام المنطقي والإيجابي هو أسهل أنواع الكلام، وعلشان لو حبيت أجذب شيء إيجابي لحياتي يبقى بمنتهى السهولة.
وطبعا مفيش اسهل وابسط من ان الموقف لو هبتدي اتعصب واتنرفز فيه يبقى اسكت خالص وامارس الصمت. لو انا سمعت كلام سلبي ما سمعش اللي قدامي كلام سلبي، طبعا على حسب الموقف. يعني في مواقف انا لو سمعت فيها كلام سلبي يبقى انا هرد بكلام سلبي. بوينت زيادة حابة ازودها لكم وهي فوائد الصمت. لو حابين كمان ما نقولش كلام ايجابي تبقى فوائد الصمت اعلى وارقى للنفس. النفس هنا هتتشبع بكل ما هو جميل وراقي، بكل ما هو هدوء وسكون وسلام نفسي. ومفيش اجمل من الهدوء والسكون والسلام النفسي. ده اللي هيحصل لو مارسنا الصمت، على الاقل صمت لتهذيب ورقي النفس مش اكتر. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.